اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسيش يا ست الكل، لو اول مره تشوفي القناه بتاعتي تشتركي فيها وتفعلي زر الجرس على الكل عشان كل فيديوهاتي ان شاء الله تشوفيها اول باول، وتحطي لايك بقى للفيديو ونسمي الله ونبدا بينا الفيديو بتاعنا. طبعا زي ما انتم شايفين الفيديو جميل جدا جدا، ان شاء الله يعجبكم. بس زي ما قلت لكم ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو فضلا وليس امرا. نسمي الله بقى ونبدا بينا الفيديو الجميل اللي ان شاء الله باذن الله يعجبكم. طبعا الفيديو ما كانش متصور عندي، انا مصوراه عند ماما. طبعا بقالنا كتير ما رحناش هناك، يعني تقريبا الاجازه خلصت كده واحنا ما رحناش. يعني بنروح مش هقول لكم ما بنروحش خالص، بنروح بس اللي هو ايه يوم وبنرجع على الماشي كده، اللي هو مثلا ساعه زمن ونرجع، لكن ما بنروحش وبنبات زي كل مره. اللهم صل على النبي. طبعا كل ما بنروح هناك لازم بنعمل حاجة بقى من المعجنات اللي انتوا شايفينها دي. يعني انتوا شايفين ان هي بتعمل رقاق، بس هو مش رقاق خالص. يعني في بعض الناس هتبقى عارفة ايه اللي احنا بنعمله، وفي بعض الناس مش هتبقى عارفة. طبعا اللي احنا بنعمله ده دي حاجة اسمها مخروطة. شايفين المكنة؟ في مكنة اهي على الترابيزة هتشوفوها دلوقتي واحنا بنعمل المخروطة. المخروطة دي بتتاكل بقى بلبن. هي عامله زي الاندومي كده بالظبط، وبتبقى حلوه خالص وبتشد الاطفال اتجاهها. يعني هي طبعا يعني حاجه معموله في البيت، حاجه نظيفه، حاجه احنا اللي عاملينها وعارفين مصدرها طبعا، يعني فاهمين. هو دقيق. هي بتتعمل ازاي؟ بتتعمل بدقيق وميه بس كده، بتتعجن بدقيق وميه بس زي عجينه الرقاق بالظبط. بس بقى دي بتبقى ايه، يعني على احلى شويه، على احلى في ايه، بتشد الاطفال اتجاهها، لان هي زي الاندومي بالظبط. بتنزل كده ايه من المكنه زي الاندومي بالظبط. بس الفرق اللي ما بينها وما بين الاندومي ان المخروطه بتبقى يعني بتبقى طريه، اما الاندومي بيبقى ناشف. فاهمين؟ بس هي زي الاندومي هتشوفوها معايا دلوقتي. بيبقى طعمها حلو قوي. بتاكليها بقى ازاي؟ بتاكليها بالسكر. لو هتحطيها على النار كده وتديها تقلبتين وتحطي عليها رشة سكر كده، بيبقى طعمها حلو، مع حتة سمنة بلدي بيبقى طعمها حلو. لو هتاكليها باللبن برضو بيبقى طعمها حلو. المهم هي في جميع حالاتها طعمها حلو والاطفال بيحبوها. فانا يعني بضحك على عيالي وبقول لهم اندومي، مش بقول لهم مخروطة، بقول لهم اندومي. طبعا هي اسمها مخروطة، انا مش عارفة الناس اللي عارفينها اذا كان يعني هم مسمينها اسم تاني ولا ايه معرفش، بس احنا بنقول عليها مخروطه، وهو ده الاسم اللي احنا عارفينه، يعني المعتمد عندنا يعني. فبتتعمل زي ما انتم شايفين، زي ما قلت لكم بتتعجن دقيق وميه وبنعجن، والعجينه بتبقى زي ما انتم شايفين ما بتلزقش في الايد. هي بس بتلزق في الاول، اول ما بتعجنيها كده بتلزق زي ما هي كده، تحسوا ان هي لازقه في ايد ماما كده، بس بعد كده ما بتبقاش بتلزق. طبعا الدقيق لازم يبقى متواجد كتير كتير، زي ما انتم شايفين كده الترابيزه مليانه دقيق. ليه؟ علشان ما تلزقش في ايدينا. اهم حاجه ان هي ما تلزقش. زي ما انتم شايفين بعد ما بنفردها كده رقاقه بنقطعها. لازم تفرديها خالص بقى زي الرقاق بالظبط. بعد كده نحط دقيق، وبعد كده نطبقها، وبعد كده نقطعها وتتقطع شرايح زي ما انتوا شايفين كده. بتتقطع شرايح، الشريحة كده تبقى طويلة ونحطها في المكنة زي ما انتوا شايفين كده، وبتنزل زي ما انتوا شايفين كده عاملة زي الاندومي بالظبط. بصوا بس الفرق اللي ما بينها وما بين الاندومي ان هي طرية زي ما انتوا شايفين، نازلة طرية كده. اما الاندومي بقى انا مش عارفه هما بيعملوه ازاي، بس هو بيبقى ناشف زي ما انتوا عارفين، زي ما كلنا عارفين بنطلعه كده من الكيس بتاعه بيبقى ناشف. لا دي بتبقى طريه كده زي ما انتوا شايفين، بس العيال بيقعدوا يقولوا عليها اندومي. بس طبعا هي مفيده. مصدرها يعني فاهمين مصدرها ايه؟ مصدرها دقيق وميه، يعني حاجه احنا اللي عاملينها واحنا اللي مصنعينها، يعني فاهميني. بس المكنه دي انا مش عارفه هي بتتباع فين، او يعني انا ما عنديش المكنه دي اصلا، المكنه دي بتاعت ماما. فكل ما بنروح بقى هناك بنعمل بقى مخروطه، نعمل مثلا رقاق، نعجن ونخبز عيش مصري كده، او نعمل رقاق طري. في رقاق بيبقى طري. طبعا الدقيق ده لو انت مثلا عايزه تعملي بدقيق زيرو مفيش مشكله، عايزه تعملي بدقيق القمح اللي هو دقيق الغله اللي انا بوضح لكم، يعني دقيق الغله اللي هو القمح، احنا عاملين بدقيق القمح او دقيق الغله.
الاتنين واحد. في جميع الحالات بتبقى حلوة وجميلة. عايزة بقى تشتري دقيق من السوبر ماركت مثلا، تشتري دقيق بقى ايا كان، دقيق متعدد الاستخدامات ايا كان ايه هو، بتعملي بيه برضو عادي، بتبقى حلوة وجميلة. بس شايفين بتنزل من المكنة ازاي. بعد كده بقى هنروح نسويها على النار. ماشي. بنحطها كده في مصفى زي ما انتم شايفين المصفى ده، دي حلة، هي اسمها حلة بخار. ماشي. جبت بقى، ماما كانت شغالة بره وانا بشيل من وراها واحط على النار. ماشي. الحلة دي بتبقى حلة عادية، من حلة من تحت كده حلة، ومن فوق بتحطي عليها المصفى بتاعها، بس المصفى ده بيبقى جاي مع الحلة اساسا. فاهمني؟ مش بتبقى مثلا حلة لوحدها ومصفى لوحده، لا، الحلة مع المصفى بيبقوا جايين مع بعض، بتشتريهم مع بعض. بس بتحطي بقى الحلة من تحت نصها مية، وبعد كده تحطي المصفى بتاع الحلة من فوق، وبعد كده بنحط بقى المخروطة زي ما انتم شايفين، وبتستوي بقى على البخار. بنهدي النار كده لعند ما نحط الكميه كلها. طبعا الكميه كلها اصلا ما بتتحطش مع بعض هنا، بس ما اقول لكم كنا مفرطين ذره كده. ذره كانت يعني احنا فرطناها كده وقلنا هنسويها على النار كده، بدل ما نحطها في الفرن وكده. فاهميني؟ اصل هما كانوا مش كتير، يعني الكميه مش كتير، فقلنا لا، احنا هنعملهم كده ونحطهم في طاسه على النار ونقلبهم ونحمرهم كده على النار. شايفين اهي، هنا الذره كانت استوت، بس كنت بدوق يعني بشوف هي استوت ولا ايه. بس هو عشان الكميه ما كانتش كتير معانا، فاحنا قلنا هنعملهم في طاسه كده والعيال يتسلوا عقبال ما نخلص اللي في ايدينا. بس نرجع بقى للي انا كنت بقوله. الحله بنحط نصها كده على النار، وبعد كده بنحط المصفى فوقيها من فوق كده، تحطي المصفى، وبعد كده تحطي المخروطه بقى. كل ما نعمل شويه بروح احطهم، كل ما نعمل، ما ينفعش تتحط اساسا كلها مره واحده، بتحطيها على مراحل بس. وبعد كده بنعلي النار وبنسيبها بقى تستوي مع نفسها على البخار اللي طالع من الميه. بس هنا كانت استوت. بنحطها بقى في صينيه كده واسعه زي ما انتم شايفين، وبنحط عليها سمنه بلدي. هو الطبيعي ان هي بتلزق كده زي ما انتم شايفين، بتلزق في الحله، ده عادي على فكره وده طبيعي، هي لازم تلزق. فاهميني؟ بس احنا بنحاول بقى ايه الحاجات اللي لازقه دي بنحاول نطلع منها على قد ما نقدر. بس هي دي المخروطه كلها اهي، فضيناها في صينيه واسعه. لازم اهم حاجه كده تحطيها في صينيه واسعه علشان ما تعجنش فوق بعضها، يعني ما تحطيهاش مثلا في حاجه ضيقه، صينيه صغيره، طبق مثلا، لا، لازم صينيه واسعه كده وتاخد راحتها، وتحطي عليها سمنه بلدي علشان يعني هي لازم سمنه بلدي، لان هو اساسا زي ما قلت لكم دقيق وميه. فالسمنه البلدي دي بقى بتديها طعم كده وبتديها مذاق خطير، يعني بيبقى ليها مذاق جميل جدا. لما تيجي بقى تاكليها بلبن بيبقى طعمها حلو قوي. السمنه بتبقى باينه بقى فيها كده، بيبقى طعمها حلو. اهم حاجه تكون سمنه بلدي اساسا، يعني ما يكونش سمنه من اللي هي الانواع السمنه التانية اللي هي بتاعت الشركات دي، لا، تكون سمنه بلدي. بس طبعا السمنه البلدي لازم تحطيها وهي سخنه، يعني المخروطه تبقى لسه نازله من على النار وتحطي السمنه. طبعا هي بتبقى يعني سخنه قوي، يعني بصوا احنا ما كناش اساسا عارفين نمسكها بايدينا لان هي كانت سخنه قوي. فزي ما قلت لكم لازم السمنه تتحط كده عليها وهي سخنه علشان السمنه تسيح، والسمنه يعني بصوا يعني تبقى مغطيها كلها، يعني فاهميني؟ تبقى مغلفاها كلها. بس حطينا بقى السمنه وهنقعد نقلب فيها، وهنستحمل طبعا درجه الحراره. ماما اللي كانت بتقلب اساسا، انا ما كنتش بقلب، انا كنت بقلب بايد واحده وكنت بصور بالايد التانية. بصوا بقى بيبقى فيه هنا يعني في قلب المخروطه كده بيبقى فيه زي حتت كتل كده، كتل كده مستويه. يعني بصوا اللي بيبقى مثلا يعني مخروطه حتت مكلكعه كده ماسكه في بعضها، دي بيبقى طعمها حلو قوي. طبعا ماما بتشيلها دي وبتطلعها من المخروطه اساسا، يعني ساعات بترميها، يعني فاهميني؟ هي بترميها بس انا عشان واقفه انا باكلها، بقولها خساره، يعني بيبقى طعمها حلو. والكتل دي بتبقى اساسا تحس ان هي مكعبله في بعضها كده، بيبقى طعمها حلو. هي بترميها وعادي، هي بتتاكل، هي مش وحشه، هي بتتاكل عادي. بس ده يعني بيكون من ايه بقى؟ الحتت اللي هي بتبقى لازقه في المصفى،
فاهمني؟ في جدار المصفى كده بيبقى فيه حتت كده تلزق بقى وتلزق، يعني تلزق في بعضها وبعد كده تلزق في المصفى كده، فاهمني؟ فاحنا لما بنطلعها بتبقى زي الكتل كده، بس بيبقى طعمها حلو. بس انا كنت واقفه بقى كل ما الاقي حته باكلها، كل ما الاقي كتله كده تلاقوني باكلها، بيبقى طعمها حلو. بس ماما كانت كل شويه تقلب وترتاح شويه يعني، فاهميني؟ علشان زي ما قلت لكم المخروطه كانت سخنه قوي، بس هي لازم تتقلب وهي سخنه علشان السمنه تغطي المخروطه كلها. بس هنا بقى انا كنت بحاول اقلب معاها كده، كانت سخنه فعلا، بس يعني قلت اما ادور على كتله ولا حاجه. بس طبعا بعد ما بنخلصها يعني بنعملها كده بالسمنه زي ما قلت لكم، بنحطها بقى في اكياس وتحطيها بقى في الفريزر وتطلعي بقى على قد استخدامك. بس طبعا اهم حاجه تكون بردت، يعني تكون بردت تماما. بعد كده تحطيها بقى في اكياس على قد استخدامك وتحطيها في الفريزر. بس كده اهو. بس انا طبعا هسيب ماما بقى هي هتحطها في الاكياس، انا ما صورتش في الوقت ده. ليه ما صورتش؟ لان المخروطه كانت محتاجه تبرد، هي كانت سخنه فاحنا سيبناها يعني تاخد وقتها، لان الجو حر المخروطه مش هتبرد بسهوله في الحر اللي احنا فيه ده، فاحنا سيبناها شويه كده لعند ما بردت. بعد كده ماما بقى هي دخلت عملتها كده مع نفسها، يعني دخلت ماما عملتها مع نفسها كده وحطيتها في اكياس وشريتها بقى في الفريزر. بعد كده بقى انا خرجت من المطبخ، طبعا الجو حر اساسا زي ما انتم عارفين، ف رحت بقى فين، رحت كده يعني ابص كده على الزرع اللي هم زارعينه، يعني القي نظره كده، فاهمين؟ القي نظره على الزرع اللي هم زارعينه. طبعا عندهم ملوخيه وعندهم زارعين بقى شجر كده، انا مش عارفه ديت شجره برتقال ولا شجره ليمون، والله ما انا عارفه، علشان انا برضو يعني ما عنديش خبره قوي في الزرع يعني. ودي برضو مش عارفه برضو والله شجره ايه برضو. يعني المشكله ان ماما كانت ماشيه معايا وعمال تقول لي دي شجره كذا ودي شجره كذا ودي شجره كذا، بس انا صراحه نسيت. طبعا الكلام ده كان من يومين اتنين، يعني انا جايه بقالي يومين، فانا نسيت بصراحه. ما علينا، يعني هم كانوا زارعين شجر لما يكبر هناكل منه ان شاء الله باذن الله. وادي الملوخيه، وكانوا زارعين فلفل كمان. شايفين الملوخيه بقى تحفه، انا عايزه اقول لكم الملوخيه خطيره. بصوا الفلفل اللي طالع الملوخيه خطيره. عارفين انتوا الملوخيه دي مش اي ملوخيه على فكره تتزرع، في ملوخيه كده بتبقى الشجره قصدي الورقه بتاعتها بتبقى ورقتها تخينه كده، دي بقى بتبقى ملوخيه بصوا خطيره، بقى طعمها جميل، بتبقى مسكره وتلاقيها يعني شويه صغيرين، يعني القليل منها يديكي كتير. طبعا وانا جايه جبت برضو شويه ملوخيه، طبعا لازم استغل الموقف، يعني لازم اجيب شويه ملوخيه. شايفين الشجره عامله ازاي؟ بحب انا الملوخيه لما بتبقى طالعه شجر كده، اما لما بتبقى طالعه جنب بعضها كده بتبقى ما بتعجبنيش، ما بتبقاش حلو. بوريكم هنا الورقه، بقول لكم الورقه تخينه ما شاء الله وجميله. بس كده الفيديو بتاعنا خلص. ما تنسيش بقى لو اول مره تشوفي القناه بتاعتي تشتركي فيها وتفعلي زر الجرس على الكل، علشان كل فيديوهاتي ان شاء الله باذن الله تشوفيها اول باول. وزي ما قلت لكم ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو. سلام عليكم.